في حلب ماجد عبد النور. ماجد، كيف هو الوضع في حلب عسكريا وإنسانيا؟ نعم، بالنسبة للوضع العسكري طبعا الوضع العسكري ساخن وساخن جدا في الأيام الأخيرة، أو في الأسبوع الأخير في مدينة حلب، وخصوصا الجبهة الغربية من مدينة حلب، والتي تعتبر أعنف الجبهات ومركز ثقل قوات النظام في مدينة حلب. المعارك على أشدها، الجيش الحر بأعداد كبيرة وأعداد ضخمة جدا يحاول اقتحام الأحياء الغربية في هذه المدينة المتمثلة بحلب الجديدة، فرع المخابرات الجوية، الأكاديمية العسكرية، منطقة الراموسة. هذه المناطق كلها هي هدف للجيش الحر في هذه الأيام. طبعا المعارك عنيفة ويستخدم فيها كل شيء، كل أنواع الأسلحة تقريبا تستخدم، ما عدا سلاح الطيران الحربي الذي يستخدمه فقط النظام. أما البقية الجيش الحر يستخدم المدفعية والدبابات، والجيش النظامي أيضا يستخدم المدفعية والدبابات، إضافة إلى الأسلحة المتوسطة بكافة الأنواع. حتى الآن تم السيطرة، بالنسبة للجيش الحر تم السيطرة على حي الراشدين بالكامل. تم السيطرة أيضا على الطريق الواصل بين طريق الشام وبلدة خان العسل، الذي يسمى طريق الأكاديمية خان العسل، والذي يسمى أيضا طريق الشام. تم السيطرة عليه بالكامل وقطع خطوط الأمداد بين خان العسل والأكاديمية، إضافة إلى أنه أيضا تم السيطرة على أجزاء كبيرة من حي الراشدين الشمالي، والذي يعتبر أيضا قريب جدا من فرع طب المخابرات الجوية أو حلب، من منطقة. ماجد، في يعني أريد أن أسألك عن هذا الأمر في حلب. دخول عناصر حزب الله على الخط هل يغير من موازين القوى على الأرض؟ يعني في القصير كان هذا له أثر قوي بالنسبة لحزب الله. أولا هل هم متواجدون في حلب؟ ثانيا هل يؤثرون في ميزان القوى على الأرض عندكم؟ نعم، بالنسبه الى تواجدهم طبعا هم متواجدون في مدينه حلب، ومتواجدون يعني هم اعلنوا انهم متواجدون في مدينه حلب. وبالامس بثت يعني عبر اليوتيوب عده مقاطع لتسجيلات لاصوات من حزب الله، واصوات ايضا لعراقيين يجاهدون، على حد تعبيرهم انهم يجاهدون في سوريا وفي مدينه حلب وفي منطقه جبل شويحني بالتحديد. طبعا بالنسبه لتاثيرهم كان في بدايه الامر لهم تاثير نوعا ما قبل وصول صواريخ الميم دال او الكونكورس. استطاعوا الوصول الى جبل شويحني واستطاعوا تهديد ريف حلب الشمالي، ولكن الان مع وصول هذه الصواريخ ومع يعني الجيش اكتسب دفعه معنويه كبيره جدا في هذه الصواريخ. بدا وجود حزب الله كقوات الجيش النظامي بدات تتقهقر. الان احياء منطقه حلب الغربيه تشهد هجوم عنيف جدا. حزب الله في تراجع، قوات النظام في تراجع. الجيش الحر الان عاد ليمسك زمام المبادره في مدينه حلب، وعاد هو للهجوم بعد ان وقف موقف في وقت سابق، موقف الدفاع في مدينه حلب. الان هو المبادر بالهجوم، وهو الذي يكبد قوات النظام وحزب الله الخسائر في هذه المدينه. نعم، من حلب كان معنا المتحدث باسم شبكة شام